في الوقت الحالي أغلب المهندسين بيدور على مجال البيم، وسمعنا كتير عن البيم مانجر والبيم كوردينيتور، وده الاتجاه العام دلوقتي. والبيم مش هو برنامج الريفت بس، ده للتوضيح. برنامج الريفت نقدر نقول هو تولز من أدوات البيم، والبيم بيحقق لي جود فيجواليزيشن للمبنى بتاعي، واقدر من خلاله اشوف المبنى بتاعي عامل ازاي قبل الانشاء اصلا، واتفادى الكلاشات اللي بتبقى موجوده فيه. وكمان بقدر احقق السيفنج انرجي والكوست افيشنت في المبنى عندي، بحيث لو انا عايز اخلي المبنى بتاعي سستينابل. وفي مميزات تانية كتير. تعالوا نتكلم كده سريعا عن البيم. البيم او البيلدينج انفورميشن موديلنج هي مجموعه من الستبس من خلالها بقدر اجمع معلومات عن المبنى بتاعي وهو لسه في مرحله الانشاء. قبل كده انا كنت بعمل الديزاين والشوب دروينج والى اخره، بس الرسومات دي بتبقى عاديه وما بتبينش عندي كل التفاصيل. البيم بقى هيحول لي كل البيانات دي ل 3 دي، ويبين لي كل تفصيله في المبنى عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس عمرو رمضان، وده ذا الكتريك واي. هنا بنتكلم عن كل ما يخص الكهرباء، فسواء انت طالب او فني او مهندس اشترك في القناة ويلا نكمل الطريق مع بعض. عشان ندخل في مجال البيم في مجموعة تولز مهمة جدا لازم نعرفها. أول حاجة معانا برنامج الريفت، بعد كده النيفس وورد والأوتو ديسك كونستراكشن كلاود والداينامو، ودي كلها سوفت وير خاصة بشركة أوتو ديسك. واغلب المشاريع هنا في الميدل ايست شغاله على السوفت وير الخاصه باوتوديسك. وطبعا في شركات تانية زي ارشكاد ومايكرو ستيشن وغيرها من الشركات. تعالوا نتكلم كده عن مزايا البيم. المشروع بيبقى موجود على كلاود، وبقدر ان انا اقدر اشير البروجكت ده مع الديبارتمنت المختلفه عندي في الشركه. مش زي ال2 دي هبعت البلانات عندي على ميل للمعماري وبعد كده ابعتها للميكانيكا وبعد كده تروح للكهرباء وهكذا، ولسه كل واحد فيهم هيفتح البلانات وهلاقي عندي ان في وقت ومجهود كتير بيضيع. ومن خلال البيم برضو بقدر احط البروسيس كامله لكل جزء في المشروع، من الكونسبشال ديزاين والديتيلد ديزاين والفابريكيشن. يعني مثلا لو انا بركب كيبل تري في المبنى عندي او اي حاجه، بقدر اعمل تحاليل البيانات دي واعرف المكونات اللي انا محتاجها عشان ابدا التوليد. وفي بعد كده الفور والفايف تي، ودول من خلالهم بقدر اشوف المشروع اثناء مرحله البناء، واحدد الوقت والكوست اللي هحتاجها للمشروع كتوتال او كل بند لوحده. والبيم فيه وظائف كتير، سواء للاركتكتور او الميكانيكال او الالكتريكال، وكمان بتوع البلاننج والبروكيورمنت والتندرنج. كل دي وظائف عندي موجوده في منظومه البيم، فسواء كان ايه هو مجالك تقدر انت تخش في البيم. اول حاجه انا بستخدم الريفت عشان اعمل موديل 3 دي واحط عليه الداتا الخاصه بالمباني. بعد كده بتعمل الاليمنت جوه المبنى، ودي وظيفه اسمها بيم سبيشاليست. وبعد كده تبدا تعمل كوردينيت مع الديبارتمنت المختلفه من الميكانيكال والالكتريكال وغيره. نيجي بعد كده للبلانر، وده اللي بيحط الجدول الزمني للمشروع وبيحط وقت بدايه ونهايه لكل جزء، وده بيتعمل على النيفس وورد. بعد كده نروح للوظيفه الثانيه وهي البيم كوردينيتور، سواء هيعمل كوردينيت مع الديبارتمنت المختلفه جوه الشركه الميكانيكال والالكتريكال، او هيعمل كوردينيت مع السبلايرز وغيره. وده بيحتاج الاثنين، الريفت والنيفس وورد والكلاود كمان الخاص بالاوتوديسك. وفي بعد كده معانا البيم ديفلوبر، وده بيطور في البروسيس ككل، سواء هيبرمج عن طريق الكودينج او البلوكات الجاهزه، وده بيحتاج الريفت والداينامو. بعد كده البيم مانجر، وده بيتعامل مع البروسيس ككل ويحط التكنيك اللي هيمشي عليه التيم كله، وده بيحدده بعد ما يدرس المشروع دراسه كامله. وده بيحتاج يعرف ريفت ونيفس وورد وداينامو واغلبيه البروسيس ككل، ويهندل الموديل بتاعه ويظبط السايز بتاع الموديل ويعمل باك اب للموديل عنده ويجهز الريبورت اللي بتروح بعد كده للبروجكت مانجر. دي كده كانت انترو بسيطه عن مجال البيم والوظائف الموجوده فيه واهم التولز اللي لازم نتعلمها عشان نخش في مجال البيم. والسلام عليكم.